تعرف ازاي درجتك في البواسير لو انت مريض بواسير. البواسير 4 درجات، درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة. الدرجة الأولى دي هي ما بتشوفهاش حضرتك من بره وبتتشخص غالبا بالمنظار، وأعراضها بيكون في إحساس بحكة في الشرج أو تقل خفيف. الدرجة الثانية الأعراض بتبتدي تزيد، الإحساس بالحكة في منطقة الشرج بيزيد، ممكن يكون في نزيف خفيف مصاحب أحيانا، مش في كل مرة طبعا تويلت، بيكون في ظهور حاجة بتنزل من الشرج حضرتك بتحسها أثناء التبرز وترجع لوحدها تختفي. الدرجة الثالثة بقى نفس الأعراض اللي هي اللي فاتت زي الدرجات التانية، بيزيد معاها السقوط، ده حاجة بتحس حاجة بتسقط منك ورم كده بينزل وبيرجع تاني، او حضرتك بتضطر ان انت ترجعه بايدك. الدرجة الرابعة ديت اخر درجة اصعب حاجة، بيكون السقوط اللي حصل. يعني ايه سقوط؟ البواسير دي بتبرز زي ورم، بتلاقي حاجة كده لونها وردي بتبتدي نازلة من فتحة الشرج وبيكون معاها زوائد جلدية وبتفضل فتحة بره فتحة الشرج، مش بترجع، ما بترجعش لوحدها، ولو انت حاولت ترجعها ما بترجعش بالكامل، لازم بيفضل جزء منها بره. والدرجة الرابعة الحقيقة معرضه ان هو يحصل نزيف اكتر اثناء التبرز، مش ضروري ان هو كل مره التبرز يحصل نزيف، لكن بيزيد احتمال النزيف لان الجزء المعرض والساقط بره ده ممكن يحصل فيه تقرح، تاكل البطانه اللي هي مغطيه البواسير وتعمل نزيف. وبيبقى فيه كمان افرازات مخاطيه دايما بتلاقيها بتضايقك، بتحسها في الملابس الداخليه. والدرجه الرابعه ديت مشاكلها ومضاعفاتها كتير، ان ممكن يحصل فيها جلطه تسد البواسير بتعمل الم جامد جدا، ممكن يحصل التهاب. ولما نيجي نتكلم على علاج البواسير بنقول العلاج بيتحدد حسب درجة البواسير. الدرجة الأولى من البواسير بيبقى دايما علاج تحفظي، استخدام أنواع كريم، أنواع أقراص، بتبقى حاجات بسيطة وبيتحسن الإمساك، بيروح معاها بيتحسن البواسير من الدرجة الأولى. بداية من الدرجة الثانية لازم تدخل، الدرجة الثانية والثالثة والرابعة لازم تدخل بعملية. وبنقول إن أفضل علاج للبواسير طبعا اللي هو الليزر، زي ما شرحنا قبل كده فوائد الليزر عن الجراحة التقليدية. والليزر مع البواسير بيسموه علاج للبواسير، يعني هي عملية بس في نفس الوقت علاج مش استئصال. الليزر ما بيعملش استئصال، بنعالج البواسير وبتختفي مشكلة البواسير تماما بالليزر. كان معاكم دكتور أكرم ميلاد، استشاري الجراحة العامة وجراحة الشرج والقولون وعلاج أمراض الشرج بالليزر.